بيبدأ فيلمنا مع ديناصور اسمه هنري، بيكون عايش مع مراته في بيت صغير وبعيد، وبيزرعوا الأرض اللي قدام بيتهم، وبيبقى عندهم 3 بيضات، وجه ميعاد فقسهم، وبتنده مرات هنري عليه علشان يشوف لحظة فقس البيض، وبيخرج أول ديناصور من البيضة وبيسموه ليبي، وتاني ديناصور بيسموه بق. أما بقى تالت ديناصور بيكون أصغر إخواته في الشكل والحجم، وبيبقى صغير قوي وخايف يطلع من البيضة، وبيقرروا يسموه أرلو. والتلات ديناصورات بيكبروا وبيساعدوا أهلهم في المزرعة، وأرلو دايما بيكون خايف وقلقان، وبتبقى مهمته إن هو يأكل الطيور، وطبعا بيكون خايف منهم، وهو بيجري والطيور بتجري وراه، فأبوه بيجي يلحقه قبل ما يقع في المية. والأب هنري بيعرف يجمع كمية ذرة كتير تكفيهم طول فترة الشتاء، وبيحط بصمته على الكهف، ومراته بتحط بصمتها جنبيه، وبيقول لأولاده التلاتة إن هما لازم يعملوا إنجاز كبير علشان بصمتهم تتحط جنبيهم. وبيعرف ليبي وباك إن هما يساعدوا أهلهم في المزرعة وبيعملوا إنجاز كبير وبيحطوا بصمتهم على الكهف مع أهلهم، على عكس أخوهم أرلو اللي فضل خايف من الطيور ومعرفش يعمل إيه إنجاز. هو بيقعد يبص على الكهف وبصمة أبوه وأمه وإخواته عليها، وهو بصمته مش موجودة، فبيزعل وبيتضايق وبيقرر إن هو يتغلب على خوفه. وأول ما بيخش المزرعة بيلاقي أخوه واقع على الأرض وبيبقى باين عليه إن هو هيموت، وأرلو بيخاف عليه جدا وبيجري ناحيته، بس بق بيطلع بيضحك وبيتريق عليه وبيقوله ان هو جبان وخواف. ارلو بيزعل جدا وبيرد عليه وبيقوله ان هو مش جبان وان هو مش مهتم بالبصمة ولا عايز يعملها. وبيجي الاب وبيقرر ان هو يعالج مشكلة خوف ابنه. بيجي الليل وبيروح لابنه علشان يصحيه وبياخده وبيروحوا مكان وبيقوله روح لوحدك اخر المزرعة. وقال له بيشوف قدامه حشرة كبيرة وبيخاف منها، بس الحشرة دي بتدي إضاءة وبتنور المكان كله، وأبوه بيقوله إن هو لازم يتحدى خوفه ولازم يشوف الجانب الحلو في كل حاجة. وبيفضل أرلو أبوه يجروا في المكان والحشرات بتجري معاهم والإضاءة بتملى المكان كله، وأرلو بيكون مبسوط وفرحان. وتاني يوم الصبح الأب هنري بيقول لابنه أرلو إن أكلهم ناقص وإن في طيور غريبة بتيجي تاكل الأكل، وإن لو أكلهم فضل في تناقص كده إن هم هيجي عليهم الشتاء ومش هيلاقوا أكل ياكلوا وهيموتوا. وبيطلب هنري من ابنه أرلو إن هو يدور على المخلوق اللي بيسرق الأكل ويفضل مراقب المكان علشان يشوف إيه اللي هيحصل. وأبوه بيقوله لو قدر إن هو يمسك المخلوق ده هيحط بصمته على الكهف. وبيفضل أرلو يراقب المكان لحد ما بتيجي الشبكة وبتقع على الغريب اللي بياكل الأكل، وأرلو طبعا بيكون خايف منه وبيفضل يقرب ببطء علشان يشوف الكائن ده ايه، وبيكتشف ان هو عيل صغير، وأرلو طبعا ما بيأذوهوش، فالطفل بيجري وبيروح بعيد. وبيجي ابوه هنري وبيزعقله علشان فشل في مهمته وان هو لازم يتحدى خوفه علشان يقدر يعيش في الدنيا. وبياخد أرلو وبيفضلوا يتبعوا أثر الطفل، وبيفهم ابنه ان هو طول ما هو ماشي جنب النهر ان هو كده مش هيتوهها، وبيفضلوا ماشيين يدوروا على الطفل قبل ما المطر يخفي أثر قدم الطفل من على الأرض. وأرلو بيتعب جدا ورجله بتتعور من كتر المشي وبيقعد عشان يستريح. وبيجي أبوه هنري يتأسف له وبيعتذر له علشان هو ضغط عليه جدا في إنه يتغلب على مخاوفه، وبيقرر إن هو يرجع ابنه البيت قبل ما الجو يسوء أكتر من كده. وبيزق ابنه علشان يروح البيت، وبتيجي موجة كبيرة بتزق الأب على النهر وبيغرق والأب بيموت. وبعد كده بنشوف الأم تعبانة علشان مش قادرة تشيل المحصول كله لوحدها، فبتطلب من ابنها أرلو إن هو يبذل مجهود زيادة ويشيل معاها أكتر، وإنهم لو ملحقوش يشيلوه مش هيلاقوا أكل للشتاء. فأرلو بيتشجع وبيطمن مامته، وأرلو بيروح علشان يودي المحصول جوه الكهف. تلاقي الذرة بتقع من شباك الكهف واحدة ورا التانية، بيستغرب ايه اللي بيحصل، فبيبص يشوف بيلاقي الطفل جوه الكهف وعمال ياكل. والطفل اول ما بيشوفه بيطلع يجري، والديناصور قاله بيتعصب جدا وبيطلع يجري وراه، وبيعتبر ان الطفل ده هو سبب ان ابوه يموت. بيفضل يجري وراه لغاية ما الولد بيختفي وهو يقع في البحر وبيغرق، بس بتيجي المية وبتحدفه بعيد. واول ما بيصحى بيلاقي جسمه كله واجع ودماغه بتوجعه، وبيجرب ان هو يطلع على الصخور علشان يروح بس بيقع، وبيبص يلاقي الطفل الصغير بيبصله من بعيد وهو بيتعصب جدا ومبيعرفش يوصله، وبيطلب منه ان هو يروح بعيد. وبعد كده بيحاول يكتشف المكان اللي هو موجود فيه، وبيفتكر كلام ابوه ان هو طول ما هو جنب النهر ان هو كده قريب من البيت، وبيحاول يتأقلم وبيحاول ان هو ياكل من شجرة وما بيعرفش عشان مش بيطولها. وبيقع أرلو على الأرض ورجليه بتتحشر بين صخرتين، وبيصحى أرلو من النوم وبيعرف ان في حد جه وزقله الصخرتين بعيد عشان يعرف يحرك رجليه، وبيكمل طريقه لحد الدنيا ما بتشتي عليه. بيبص قدامه بيلاقي الطفل الصغير ماسك حشرة بيحطها قدامه،
فأرلو بياخدها وبيحدفها بعيد، وبعدين الطفل بيروح يجيب له حاجة تانية وأرلو بياخدها برضو وبيحدفها بعيد، والطفل بيروح يجيب له توت اللي كان على الشجرة والديناصور بياكله وبيعجبه طعمه قوي، وبيطلب من الطفل ان هو يجيب له تاني، وبيفضل ماشي وراه علشان يعرف مكانه، وبيوصلوا لشجرة التوت وبياكل أرلو منها، بس هو بيقع. لما بيقع عليه تعبان وبيخاف منه جدا، وبيجي الطفل علشان يهاجم التعبان، وبيظهر فجأة حيوان شكله غريب وبيبقى عليه حيوانات صغيرة، وبيفهمه ان الطفل ده بيساعده، وبيطلب منه ان هو يسميه سبوت ويخليه معاه، وبيروح ارلو وسبوت سوا ويلعبوا مع السناجب، بس هو بيخاف منها في الاول، بيقع في النهر وبيجي سبوت علشان ينقذه وبيعلمه السباحة. وبيجي الليل وارلو بيشوف الحشرة المضيئة اللي كان شايفها قبل كده مع ابوه، فبيقعد يجري ويلعب مع سبوت، وارلو بيقول لسبوت ان هو مشتاق جدا لعيلته، وسبوت طبعا مش بيفهم لغته، فبيحاول ارلو ان هو يمثله بالخشب، فبيحضن الطفل الديناصور وبيطبطب عليه. وتاني يوم الصبح بيكملوا طريقهم، وبتحصل عاصفة كبيرة مش بيعرفوا يمشوا منها، وبسبب العاصفة بيفتكر اللي حصل مع أبوه وبيجري يستخبى بعيد. وبعد العاصفة بيدور أرلو على النهر ومش بيلاقيه، فبيعرف ان هو تاه ومش هيرجع لأهله تاني، وبيشوف أرلو اتنين من الطيور الغريبة، فبيقف يسألهم على الطريق، وبتطلع الطيور ديت عايزة تهجم عليه، وهو بيجري وبيخاف هو وسبوت، وبيفضل يجري لغاية ما بيلاقي اتنين من الديناصورات اسمهم راش ورامس، والديناصورات التانية دول بيعرفوا يهجموا على الطيور ويقتلوهم، وبيطلب منهم أرلو ان هم يوصفوا له الطريق ويساعدوه علشان يروح لبيته، فبيتدخل ديناصور من اللي واقفين وبيقولوا ان هم مش فاضيين علشان هم تايهين عن القطيع بتاعهم، فبيقول لهم أرلو ان سبوت بيعرف يشم الروايح، وان هو هيعرف يشم ريحة القطيع بتاعهم وهيوصلوا له مقابل ان هم يساعدوه علشان يرجع بيته. وبيوصلوا فعلا للقطيع، بس بيبقى فيه هجوم عليهم، فبيطلبوا من أرلو ان هو يروح يقف عند صخرة ويصوت بصوت عالي علشان يجذب المهاجمين، وهم هيروحوا له في الوقت المناسب، وبتهجم عليه الحيوانات الغريبة، وبعد كده بيخاف أرلو وبيهجموا عليهم الديناصورات، وبتجري التيران بسرعة وبيجري معاهم أرلو وبيستخبى تحت صخرة علشان بيكون خايف، وبيشوف الحيوانات المفترسة وهي بتهجم على الديناصور، فبيقرر أرلو ان هو يساعده، بس الديناصور بيعرف يقاوم الحيوانات وبيحدفهم بعيد، بيتحرك كلهم مع قطيع التيران. وبيجي الليل وكلهم بيكونوا قاعدين قدام النار علشان يتدفوا، وبيشكر الديناصور الكبير أرلو علشان ساعدهم، وأرلو بيقول لهم ان هو تعور، فالديناصور الكبير بيقول له ان التعويرة ديت هتبين لك بعد كده ان انت عملت انجاز كبير، كل ديناصور فيهم عنده ندبة في جسمه. وبيجي تاني يوم الصبح وبيمشي مع قطيع التيران والديناصورات، وبيشوف أرلو الجبل اللي تحته بيته، فبيودع الديناصورات وبيمشي ناحية الجبل، وبيمشي أرلو وسبوت وهم مبسوطين ان هم قربوا على البيت، وفجأة الدنيا بتشتي عليهم وبتهجم عليهم الطيور المفترسة، وبياخدوا سبوت منه وبيحدفوا أرلو من فوق الجبل، وأرلو بيغمى عليه، ولما بيفوق بيتخيل ان ابوه معاه وبيساعده، بس بعد كده بيكتشف ان هو ده خياله، وبعد كده بيكتشف ان ده خيال باباه وان ابوه مات، وبيقرر ان هو يروح ينقذ سبوت، ويروح أرلو ناحية سبوت والطيور المفترسة، وبيهجم عليهم بصوته العالي علشان يخوف الطير اللي ماسك سبوت، وسبوت بيعض وبيطير بعيد، وبتيجي موجة كبيرة وسبوت بيغرق، وبيروح أرلو علشان ينقذه، وبينقذ أرلو سبوت وبيطلعوا برا المية، وبيكملوا طريقهم لغاية ما بيشوفوا ناس شبه سبوت، فبيعرف ان دول أهله، وسبوت مش بيبقى عايز يسيبه، بس هو بيصمم ان هو يرجع لأهله، وبيودعوا بعض، وبيرجع أرلو لبيته وبيحضن أمه وإخواته، وفي النهاية بيعرف يحط بصمته على الكهف في النص ما بين مامته وباباه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل الملخصات الجاية كلها.